مطار الجزائر الدولي، تنفس المسافرون السعداء أخيرا. يمكن للمسافرين ومستخدمي مطار الجزائر الدولي الآن أن يتنفسوا نفس عميقة من الراحة. وبالفعل، بعد عدة أشهر من الانتظار، فتح المطار أبواب المداخل الثلاثة الواقعة في الطابق العلوي عند مستوى صالة المغادرة العامة يوم أمس 23 أبريل. أراد مطار الجزائر العاصمة افتتاحه الثلاثة تقع أبواب المدخل في الطابق العلوي على مستوى صالة المغادرة العامة من أجل ضمان الوصول السلس إلى المبنى الغربي. تفاصيل مطار الجزائر في بيان صحفي. من أجل الوصول إلى منطقة المغادرة، يمكنك ركوب السلالم المتحركة أو المصاعد الموجودة أسفل الجسر بين موقف السيارات والمحطة أو قريبا جدا عبر نقطة الأنزال الموجودة في الجسر بالسيارة، كما يحدد مطار الجزائر. تأتي هذه المبادرة في إطار الرغبة في ضمان الوصول السلس إلى المبنى الغربي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة التي يقدمها المطار. قبل هذا الخبر السار بحماس من قبل المسافرين ومستخدمي مطار الجزائر العاصمة، الذين واجهوا في كثير من الأحيان مشاكل الازدحام عند مدخل الصائلة الغربية. في الأشهر الأخيرة شهد المطار بالفعل زيادة كبيرة في حركة المرور، مما أدى إلى مشاكل مروريات وأوقات انتظار أطول. وبالتالي، سيؤدي فتح هذه البوابات إلى تقليل أوقات الانتظار بشكل كبير وجعل حركة المرور أكثر مرونة، مما يسهل مغادرة ووصول المسافرين. هذه الخطوات من قبل مطار الجزائر الدولي هي دليل على التزامها بتوفير تجربة سفر ممتعة وخالية من الأجهاد اللي يركبها. بالإضافة إلى فتح بوابات الدخول، نفذ المطار أيضا تدابير أخرى لتحسين تجربة السفر، مثل تحديث بنيته التحتية، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول، وإدخال إجراءات أسرع للصعود إلى الطائرة. التسهيلات تتضاعف في مطار الجزائر العاصمة. بالتشاور مع قولاء الأمن المكلفة بأمان مطار الجزائر العاصمة، تقرر بناء على تعليمات إبراهيم مراد وزير الداخلية الجزائري تسريع عمليات التفتيش للسماح للمسافرين بتنفيذ إجراءاتهم الأدارية بأسرع ما يمكن من أجل استلام أمتعتهم ومغادرة المطار. هذا الإجراء لحظة بقدير كبير من قبل المسافرين، ولا سيما المهاجرين الجزائريين وركاب العائدين من الإقامة في الخارج.